الفيديو ده طالع من عندي من قلبي لحد حليم وأمل. أنا واحدة طالعة أقول بتمنى من رب العالمين إنه يجمع شمله هو وأمل من تاني ويربوا بنتهم وسطهم. أولا مفيش بني آدم معفي من الغلط أو معصوم من الغلط. مفيش بني آدم بيجيله وقت كده ويحس إنه هو دماغه فيها شوشرة كتير جدا، خصوصا ما يكون السن صغير. لو ما لقاش حد جنبه يسنده ويبعد عنه الأذى أو يدفع عنه الأذى، وهو مثلا بطبعه حد مثلا يكون فضولي أو عفوي أو حد بيحب يكتشف أو كده، لأنه زي ما انتوا عارفين كل ممنوع مرغوب. فبجد أنا يعني شايفة إنه ده شيء أو غريزة في البني آدمين، إنه الواحد لما حد يمنع عنه شيء، لا أنا عايزة أعرف ده إيه، عايزة أدوق ده إيه، عايزة أعمل كده إيه كده. مش كده ربنا غفور رحيم، لانه عالم عارف وعالم بالانسان ان هو ممكن يضعف، ممكن نفسه تميل، ممكن يعمل حاجة هو مش واعيه فيها، بس لما يوعى لنفسه ويطلب مغفرة من رب العالمين فهو بيغفر له، بيغفر اكبر الذنوب. واحنا ايه جنب رحمة ربنا، عشان لما انت تتمنى خير في بيت وتقول يا رب يجعل البيت ده يكون فيه خير، ويكون دي مثلا تعتبر درس من دروس الحياة، انه يجمع شمله بمراته هو او اي حد. حتى الامنيه دي بتمناها والله لام خالد وجوزها، وبتمناها كنت لصاصه ومراته والحمد لله انهم رجعوا لبعض. بتمناها لاي بني ادم موجود على وجه الكره الارضيه في مشاكل ما بينها وما بين جوزها، انه ربنا يجمع شملهم من تاني، عشان خاطر هم اختاروا بعض من البدايه، فاكيد هيكملوا. بتحصل ضربات في الحياه، والراجل بيجي له مراهقه منتصف العمر، والبنت بتجي لها زهق نص العمر. بيحصل وربنا بيطلعنا منها بسلام، وكل واحد وبيئته وكل واحد ومكانته. لكن ان انا اشوف ناس تتمنى ان هو ما يرجعش لطليقته او كذا، وانا اقول مثلا يا رب يرجع لمراته او لطليقته، ولا حد يقول لها يا رب لا. يعني ازاي انتوا كده؟ ازاي انتوا ما تحبوش الوفق؟ فانا طالعه اقول لحليم استخير ربنا، لا كلامي ولا كلام الناس اللي يعني اللي يقول لك ارجع او ما ترجعش. استخير ربنا، استخير ربنا وشوف ربنا يختار لك ايه، وهي تستخير ربنا وتشوف ربنا يختار لها ايه. والله لو الدنيا مشيت بعد الاستخارة، لان هي ده اهم شيء في الكون، فتوكل على الله. لو الدنيا ما مشيتش فاكيد ربنا هيريح قلوبكم وهيرضيكم. وما تنسوش في بينكم ثمرة، بنت صغيرة تستحق انها تعيش في بيئة كويسة، تستحق ان ابوها ياخدها في مكانة كويسة مع امها. خدها واصلحوا من نفسيكم، وخلوا بالكم على نفسيكم، واقفلوا بالكم على نفسيكم. والله الناس اللي حواليكم دي ما إلا إنها فرجة تتفرج عليكم. الحاجة الحلوة محدش هيفرح لك فيها، والحاجة الوحشة محدش هيقول لك إنه لا يا حبيبي سلامتك والكلام ده كله. بالعكس دي الحاجة الوحيدة اللي بيفرحوا فيها الحاجة الوحشة. وهتفكر انت لما تطلع حياتك على العام ان الناس كلها هتقولك واو. انت عارف انا وصلت لمرحلة اخاف اقول عيد ميلاد بنتي، اخاف ان انا انزل صورة لبنتي او ابني، اخاف ان انا اعمل ده كله، عشان انا بقيت متأكدة انه الناس عندهم مرض اسمه الاستكتار. اكتر من الحسد، اكتر من الحسد. كل الناس عندها بس الناس بتستكتر. فربنا يحفظكم والكلام ده مش على قد حليم وامل، انا بتكلم بصفة عامة عن الناس يبقى في قلبها رحمة. ما تبقوش جلادين، مش جلادين، عشان احنا يوم ما نروح لربنا نترجاه بحسنه. وكل يوم افضل اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا اللي بيحاسبنا رب العالمين مش الناس. احنا لو انتوا اللي بتحاسبونا كان زماننا دلوقتي كلنا مفرومين فرم. فربنا يصلح حالك يا حليم انت وامل، ويا رب يا رب يجمعكم في الخير، ويستر عرضها دنيا واخره، ويسترها ويجملها لان هي جميله جدا بالحجاب. وهو ده قرار يعني انا ما اقدرش اقول لك خديه غير لما تكوني مقتنعه بيه، لان لو حد لبس الحجاب بناء على طلب حد ليه هيجي في اقرب فرصه هيقلعه. وهرجع واقول تاني اي حد بيمنع حد انه يعني ما يعملش شيء ده اقتناع، صدقني اول ما يعمل وشه كده هيعمل اللي هو عايزه. فربنا يهدي الجميع ويوفق الجميع ويستر على بناتنا جميعا يا رب، ويصلح حالهم ويهديهم ويهديك يا امل يا بنت ادم وحواء، ويجمع شملك بجوزك حليم يا رب عاجل وليس آجل، ويحنن قلبه عليك وينسيه كل اللي فات، وهو يبقى في قلبه رحمة،
ويعلم ان الله غفور رحيم ومسامح. وانت مين جنب رب العالمين يا حليم؟ انت قوام، فانت خليك قائم عنها بانك انت حكيم وحليم وصابر وراضي وقانت، وكل حاجة فيك حلوة أقوم منها، فقومها للشيء الصح بإذن الله تعالى، فيكون لك فضل من بعد رب العالمين أنت، ويفتح لك باب في الجنة. ربنا يهديك ويصلح لكم.